اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الكسكسي الصحي من غير دقيق ابيض ولا غربال ولا حلة بخار ولا شاشة ولا الكلام ده كله، مش محتاجينه. هنستخدم دقيق السميد، طبعا افضل من الدقيق الابيض مليون مرة، وصحي كمان عنه. نتيجته برضه هتبقى كويسة جدا بالمقارنة بالدقيق الابيض. وهقول لكم برضه رأيي في نهاية الفيديو. تابعيني بقى في الفيديو علشان نشوف الطريقة. ويلا كده بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. هو النتيجة بتاعته زي ما انتوا شايفين كده كسكسي حلو جدا، بس الطعم بقى هنتكلم فيه في نهاية الفيديو. ترى طعمه حلو ولا مش مقبول؟ في البداية كده انا جبت طاسة حطيتها على النار وسبتها لما سخنت، وحطيت فيها كده معلقة من السمنة البلدي. معلقة مش مليانة قوي، يعني هي مش كبيرة قوي. هعمل النهاردة كوباية من دقيق السميد، زي ما قلت لكم كده انا هعمل الكسكسي من دقيق السميد مش من الدقيق الابيض. مش عايزين بقى ولا حلة ولا حلة بخار ولا شاشة ولا غربال زي ما قلت لكم كده. جبت كده كوباية حطيتها على السمنة اول ما ساحت، وابتدأت بقى ايه على نار هادية كده. ابتدأت ان انا اقلب كده السميد مع السمنة لغاية ما كل حباية سميد تتغلف بالسمنة. طب يا ترى كده كفاية تقلبتين كده لغاية ما السميد يتغلف بالسمنة؟ لا، انا عايزة برضو ياخد تحميصة كده بسيطة، بس مش عايزة لونه يتغير. يعني اهم حاجة تكون النار منخفضة، ما تكونش عالية، عشان لونه ما يحمرش معايا ويغمق. وهبتدي ان انا اقلب كده بالراحة زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة ان السمنة طبعا تكون صحية، ما تكونش سمنة نباتي ولا الكلام ده، تكون سمنة صحية يعني سمنة بلدي. وهقلب بقى كده بالشكل ده على نار هادية، ويعني حوالي كده ايه دقيقتين تلاتة، مش اكتر من كده. شايفين بقى اول ما دقيق السميد اتشرب السمنة بدأ لونه يصفر كده، ولونه اتغير، بس هو ما اتحمص ولونه ما اتغيرش من الحرارة ولا حاجة. هو اتشرب السمنة وبقى لونه مصفر شوية. انا عامله كوبايه من الدقيق، هحط عليها بالظبط كوبايه الا ربع من الميه السخنه. يعني من نص كوبايه لكوبايه الا ربع. ما تحاوليش تحطي كوبايه ابدا. انا حطيت عليها معلقه من عسل النحل عشان يبقى فيه تسكيره كده بسيطه، بس زي ما انتوا شفتوا كده عسل النحل كان غامق شويه لان هو كان بحبه البركه عشان لو حد سالني. والميه كمان انا كنت مدوبه فيها ذره من الملح، دي مهمه جدا، بتدي طعم حلو قوي للكسكسي بتاعنا. هبتدي بقى اقلبه كده برضو على نار هاديه. ما تحاوليش تحطي كوبايه ميه خالص. يعني انا شايفه ان في قنوات عملت الوصفه دي وحطت كوبايه ميه، لا ما تحاوليش، انا جربتها بكوبايه الميه عجن معايا تعجين جامد جدا. لا، تحطي الميه من نص كوبايه لكوبايه الا ربع، ما تحطيش كوبايه ميه خالص. كوبايه ميه ده كتير جدا، هيعجن معاكي. وهبتدي برضو اقلبه على الهادي زي ما انتوا شايفين، بدأ يكتل بسيط، بس ما عجنش زي ما شفتوه مع قنوات تانية. ما عجنش خالص. شايفين انا بحاول اقلب كده بالراحه، ما بيكتلش خالص يا جماعه. بس هو ابتدى ان هو يستوي، شايفين بقى استوى جدا. وبدأ يبقى كسكسي، يعني بدأ الطعم والريحه والشكل وكله ابتدى ان هو يبقى كسكسي. مش هرفعه برضو من على النار، انا هفضل كده سايباه على نار هاديه وهفضل ان انا اقلب فيه. طبعا الخطوات دي كلها بتاخد حوالي يعني من 7 دقايق ل10 دقايق، مش اكتر من كده. يعني الموضوع مش طويل قوي. حلو قوي كده. شايفين بقى، انا عايزه اوريهولكوا كده عن قرب شكل الكسكسي بالظبط. بجد يا جماعه نتيجته حلو قوي. ودلوقتي بقى هنشوف طعمه. خلاص كده هو استوى معايا. هبتدي بقى كده ان انا ارفعه، وهقول لكم لو كتل معاكي هتتصرفي معاه ازاي. شايفين بقى الجمال والحلاوه، لونه وشكله ونتيجته بجد مبهره. طيب لو كتل معايا اعمل ايه؟ افضل برضو اقلبه على النار لغايه الميه اللي فيه ما تتبخر. هتبص تلاقيه كده فرفر معاكي وبقى كويس قوي. طب لو فضل مكتل اعمل زي ما عملت دلوقتي بالشوكه كده، وافضل ان انا اهرسه، هيبقى حلو قوي. هو ما كتلش معايا، بس انا حبيت اوريكي ازاي تتصرفي لو كتل معاكي. بالشوكه كده بالراحه وتعمليه، وممكن كمان تحطيه في الكبه وتديله ضربه برضو، هيبقى كويس. بس الموضوع مش محتاج كل ده. حطيت له بقى شويه زبيب، ممكن تحطي مكسرات، ممكن تحطي زبيب. حطيت كمان شويه سكر. السكر بقى اللي انتي بتحبيه، يعني انا حطيت سكر سويتال، حاجه كده بسيطه. ممكن كمان تاكليه مالح، يعني زي ما بتحبي. شايفين بقى يا جماعه مفرفر ازاي؟ وعايزه اقول لكم بقى رايي في الطعم بتاعه. بجد يا جماعه زي الكسكسي بالظبط، مش هيفرق خالص. بس بقى اهم حاجه ان احنا عملناه بطريقه صحيه وما عملناهوش بالدقيق الابيض. انا قدمته للولاد ما عرفوش خالص، قالوا لي يا ماما ده طعمه خطير، مش هيفرق خالص عن اللي معمول بالدقيق الابيض. سعراته منخفضة، تقدري تاكلي منه لو انت عاملة دايت، بس يعني مرة واحدة في الأسبوع مش كل يوم. أنا بتمنى تكون طريقتنا النهاردة عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. يلا باي باي، سلام.